السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. معكم امل من قناه وصفات الطيب سهله وبسيطه. اليوم جبت لكم وصفه سهله وبنينه وخفيفه ان شاء الله تعجبكم، اللي هي المطلوه راح نديروها في المقله فاغسي، ان شاء الله تعجبكم. هنا الحشوه راح نديروها بالسلق، الا حبيتوا تبدلوا الحشو تقدروا تبدلوا الحشو. عندي عجينه تكون طريه وخفيفه راح نعطيها لكم، نبداو بها هي الاولى، ولا تحبوا تبداو بالحشو كيف. هنا في المقادير واش عندي في العجينه، عندي 2 كيسان ما دافي، انا قصت بالقهوه وحليب، كاس هذاك تاع قهوه وحليب. نتوما باش تحبوا تقيسوا. عندي 2 كيسان ما دافي و2 كيسان فارينه، وعندي 3 مغارف تاع سكر ومغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز. نفوتوا في هذوما ومن بعد نديروا الاخرين. دوكا نفوت نحط الماء، هو الاولاني 2 كيسان، نزيد الفارينه. هذه كونتيتي كبيره، تحبوا كونتيتي صغيره تقدروا تقيسوا بالكاس تاع لاتاي، ولا كاشبون عندكم يكون صغير. نحط هذيك الخميره والسكر نخلطوها ونخلوها هذه تخمر. كي تخمر لنا هذه العجينه باش نولوا ليها، خلطوها بالفوي بلا ما ديروا بيديكم. هكذا بعد ما ولات ليس كيما راكم تشوفوا راهي ثقيله شويه ماهيش خفيفه بزاف. نخليها دوكا كي تخمر لي هذه راح نولي ليها. ودوكا هنا بعد ما كانت خمرت لي قالت لي هذوك الفقاعات، خليتها هنايا 10 دقائق حتى 15 دقيقه. دوكا راح ندير لها بطايه هوخت ناتور هكذا. انا فرختها لهنا، هايليك بطايه هوخت. وهنايا زدنا نعمر هذيك الباطا بالزيت، نزيد نفرخها تانيت، نزيد ندير لها شويه تاع الملح على حسب العجينه تاعكم. خلطوها عندي هنايا الفارينه كنت درت 2 كيسان عمرتهم، دوك نديرهم الا خصتني نزيد. ترفدت لكم حتى 3 كيسان. ونخلوها تخمر حتى وقت ما نكونوا نخدموا بها. خلوها تخمر واحد 45 دقيقه هكذاك ولا نص ساعه، صا ديبون الكوزينه تاعكم الا تكون سخونه ولا تكون بارده. نزيد لها كاس. انا زدت كاس، ما فرختوش كامل، فرخت نص، ونكمل نشفها بالفارينه حتى وين تولي لي عجينه متماسكه. نحبس الفارينه راح نزيد انا غير نص كاس باسكو الفارينه صادي تكون تشرب من داك ما تشربش. هاد الوصفه اللي حنديروها اليوم تطيب في المقله، عفوا تتخدم في المقله باسكو ماشي في الفور، ولا باسكو كان ديروها ولا تيبسلكم، ولا ديروها في المقله وتجي لاباط هايله خفيفه بزاف. ميم كي تاكلوها، ميم لو كانت تبات لكم تقعد لكم هكذاك طريه، تسخنوها بك تقعد لكم طريه.
هكذا. انا ما نزيدلهاش الفرينه، خلوها طريه ما تيبسوهاش. هكذا. انا دوك نسلك يديا ومن بعد حنولي لكم ان شاء الله. دوكا هنايا راني غلفتها كما كتشوفوا. خليتها نخليها تخمر كما قلت لكم 45 دقيقه ولا نص ساعه، ولا تحبوا تحطوها هكا فريجيدار تخدموها صباح وتخدموا بها عشيه عادي. ما تفضل لكم تقدروا تخدموا بها عشيه ما فيها والو. انا دوك نخليها تخمر ومن بعد نولي معكم وتشوفوا كيفاش حنشكلوها ونطيبوها ان شاء الله. وهنا عندي الحشو كما كتشوفوا. كنت حطيت فيه الدجاج، وهنا كنت حطيت هنا شحال تحبوا دجاج مرحي مع شويه بصله تكون صغيره شويه ما تكونش كبيره. رحوهم وحطوهم مع شويه فلفل كحل شويه ملح شويه زيت وخلوهم يتقلاو كما كتشوفوا. راني نقلي فيهم. وهنايا عندي السلق اللي كنت نقيته وغليته هكايا، غير جاب الغليه نحيته. راح نضيفه بعد ما يكون طاب لي الدجاج باش نضيفه. انا نكمل نقلي هذه مليح ومن بعد نروح لها السلق ونقعد نطيب فيها. كي يطيبوا نطفيهم ونولي معكم. هاي ليك دوكا بعد ما كان طاب لي هذاك السلق والدجاج، كنت حطيت هذاك السلق وطيبته شويه مع الدجاج. بعد ما كان طاب لي هكا دوكا نطفيه ونحطو ابار ومن بعد نولو. دوكا هنايا بعد ما كانت خمرت انا كنت حبطت لها الخطره ولا 2 مرات وقت ما كنتو حديروها. انا كي خمرت لي كنت نهبط لها من داك، هبطت لها 2 مرات الخميره تاعها. ودوكا راح نبدا نخدم بها. هنا تسحقوا مقله هكذا باش تبداو ديروا فيها. وهنايا عندي الفرماج والزيتون وحنجيب لافاخ تاع السلق. دوكا هنايا بعد ما كنت فتحتها كما كنتو تشوفوا فتحتها شويه حطيتها في المقله. ما ديرولهاش بزاف فرينه. نحطوا لها دوكا السلق. انا باش طلعت هادوما هكا باش نعمروها بالسلق ومن بعد نغلقوها، وهادوما نعاودو نغلقو بهم. هكذا. دوك نزيد لها شويه فرماج شويه زيتون ونغلقها من الفوق. ما واش تحبوا ديروا، تحبوا تبدلوا تنحوا السلق وديروا تكتوكه ولا فيونداشي ولا كيما تحبوا. هكا انا عندي شويه تاع زيتون كحل. ما عندي الفرماج، تحبوا تزيدوا رابي زيدوا. انا حنزيد ندير هذا ومن بعد نزيد. دوكا هنا كي تغلقوها هكذا تجيكم سهله. وبعد ما فتحت هاد الفوقانيه هكا من بعد راح نعبزوها شويه تجيكم على حسب هاد المقله. حبيتوها صغيره تقدروا ديروا مقله صغيره على هكذا. ليسونسيال هاد المقله ما تلصقش هكا باش ما تلصق لكمش الخبزه تاعكم. وتديروها على نار هاديه باش طيب لكم. ما ديروا لها والو هكذا برك في المقله طيب لكم وتحمر. الله الله. ندير برك شويه فرينه في يدي ونعبزها هكا باش تولي على حساب المقله. وتكمل نسقلها هادوما اللي ماهمش متلاصقين مليح هكا. ونحطها دوكا طيب كما قلت لكم على نار هاديه وراح نوريها لكم.
هنا كيما راكم تشوفوا النار هاهي. دوكا انا نقلبها تحمرت لي من تحت هاذيك. بعد ما كنت قلبتها كيما راكم تشوفوا دوكا ما تلصق لكم ما والو باش العجينه طايبه. دوكا انا نخليها تطيب من تحت ومن بعد نوريكم طبق التقديم. ودوكا هايليك الخبزه تاعنا. بعد ما كنا كملناها كملت طيبتها حمرتها من الجهتين. انا اللي حابه احمرها بزاف يحمرها مليح واللي ما حبهاش ما يحمرهاش مليح. شوفوا واش حاجات خفيفه وهشيشه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. كيما قلت لكم انا حشيتها بالسلق والدجاج، نتوما واش تحبوا تحشوها لداخل. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. كيما راكم تشوفوا طريه وهايله ونضمن لكم البنه تاعها ما عندكم ما تقولوا فيها. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.